السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعة. معلش على التأخير اللي انا فيه، بس القناة ما بتشجعش في المشاهدات وكده يعني. ففي كده حاجة حبيت اقولها للجماعة اللي بيعملوا فرح في عزا. إياك يا ولدي تفضحني وتحول عزايا الفرح وأنا بقبري مع الأموات، وتعمل سرادق بمصوراتي فيه، تستقبل وتصور البهوات، وتنصب أمامه بوفيه توزع منه على السادة الحضور شربات، وتجيب مقرئ يغني ويقرر مرة واتنين وتلاتة في الآيات، ويقبض نظير تلاوته ساعة أو ساعتين كم من الألوفات، وبطنته تتمايل معاه شمال ويمين، وصوتهم يحطم الميكروفونات، ويتحول مأتمي لحفلة قارئها مطرب، وبطنته تتمايل كما الرقصات. وتنسى يا ولدي من فرحتك أنك دفنتني في قبر فيه حسابات، وزادي هو العمل، ومنك ومن غيرك يا ولدي أنتظر الدعوات. ووصيتي يا ولدي تكاليف عزايا تخرجها على روحي للفقراء صدقات، ساعتها تبقى ابن صالح ورحمتني وأهديتني كم كبير من الحسنات. وسيبك من أهل المنظرة والفشخرة والقبل داخل السرادق درقات، يعني السرادق اللي نسيوا فقدهم وظنوا بشواتهم هيشفعوا له ويدخلوه جنات، وإبليس ياخد بخاطرهم ويقول لهم أحسنتم بحرمان أبوكم من الرحمات. وتجيب مقرئ يغني ويكرر مرة واتنين وتلاتة في الآيات، ويقبض نظير ساعة أو تلاتة أو ساعتين كم من الألوفات، وبطنته تتمايل معاه يمين، وصوتهم يحطم الميكروفونات. ده حاجة بسيطة كده يا بنات. على ايه اللي بيعملوا سرادق بتاعهم، او اللي والده توفى، والدته توفت، زوجته توفت، ابنه توفى، بيعملوا ما شاء الله سرادقات يعني بتتكلف. فبالمصاريف اللي انتوا بتصرفوها دي طلعوها على الغلابة الفقراء، وده ايام ربنا اللي يعلم بيها. طبعا احنا لنا حق الحاجات تغلى والحاجات تتعمل، في ناس معاها فلوس وبتضيعها في البذخ والإسراف. في أفراح بتتعمل بألوفات، بتكلفوا الفرح ب500,000 جنيه و200,000 جنيه و100,000 جنيه. لو انت متوسط يقولك 20 50. ليه الفلوس دي ما تروحش للناس الفقراء؟ لو بصينا قدامنا هنلاقي في ناس ايه محتاجين، في ناس عندهم انهم ايه يتصرف عليهم. خلاص يا بنات، انا حبيت اقول لكم يا جماعه، اياك يا ولدي تفضحني وتحول عزايا الفرح وانا بقبري مع الاموات. دي حاجه سبحان الله، ربنا يا رب يرحمنا. اللهم امين يا رب العالمين. احسنتم بحرمان ابوكم من الرحمات، عشان يقول رفيقي في جهنم وتنزل عليها وعليه الجحيم لعنات. واعلم يا ولدي ان الموت مصيبه، وعمره ما كان فرح وعزومة للبشوات، وربنا للصواب يهديك ويهون عليا وعليك الموت، لأن له سقرات. ماشي يا بنات، أرجو من المقالة اللي أنا كتبتها دي تعجبكم. أتمنى منكم دعمي في قناتي باللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أختكم في الله نجلاء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.